يا انا من عندي انا يستاهلوا على خاطر وصلوا للعين وما شربوش منها، وهما ما دام يتبعوا فك اسرائيل تاح فيهم ربي. الاخوه اللي تجمعنا لغه ودين ومصير. لا ما تجمعنيش، بالنسبه لي انا المغرب ما تجمعني حتى شيء. بالنسبه للمغرب ما تجمعني حتى شيء، تجمعني الجزائر، تونس وليبيا. كنتوا تلبسوا تريكو تاع كونغو الديمقراطيه تيبورتيو مع نيجيريا. نبغي عدويا يخلصوا عينيات شوفوها لا عينيات شوفوها لا ما عندي زهر معاك ديرها لي دوك ديرها لك دوك نبغي عدويا يخلص. على كل حال ما نقولش كلمه عدويا ولا نقول كلمه تاع السينيغال باي باي لالجيري منها تقعد لكم هذيك لاكوب القديمه تاع يا اخو شوفي روح لي ما في شرب مرة عند الوطينه تاع السينيغال قولوا يجيني واحد راح دير لا تاع البونيفيك وما عندي يزهر معاك. نبغي ربي يخلص عينيا تشوفها لله وعينيا تشوفها لله الشاحة. احنا نبقاو ديما كنحلمو وعاش الملك ما زويناش تا كاس بحال هذا. واخا ما تدوالو عامل بالك واخا ما تدوالو نجمه ما عندك كومونتيرات جوج نجمات حنايا. عليك مساكين خوتي والله سيريو والله سيريو خوتي مصبعني نحوس براه نجمه ما عندكم ما كاينش خوتي نجمه ما كاينش. الإعلام المغربي يتهم الجزائر بالإقصاء أو الخسارة أمام السنغال وخسارة كأس إفريقيا وسببها مخطط ومؤامرة ومدفوعة الثمن من الجزائر. لأن الفيديو راح يطول 8 دقائق السيد هو يحكي عن المؤامرة هذه. ما نطولش عليكم، نبداو الفيديو مباشرة. اسمع وتمتع. البارح بالمنطق الرياضي الصرف بالمنطق الكروي الصرف. شوف رياضيا البارح كنا الاضعف. دابا حنا تنتكلموا بالكره باش ما نمشيوش بحالنا بحال الجزائر نبداو نقولوا لا ما غنمشيش. لا يجبدوا الجزائر مباراة السنغال واسمهم السنغال والماروك. تقول لي راهو يعترف باللي خسروا. اسمعها. ما نجبدوا لا ناموس ولا دبان ولا نحل ولا حتى شي حاجه ولا بق. بالمنطق الرياضي البارح المدرب السنغال ربح المدرب ديالنا وليد الكراكي. اللاعبين السنغال ربحوا اللاعبين ديالنا والنتيجه كانت 1-0. خلاص انا وتحبس وروح للدار. راك تعترف ولا انا رياضيا ربحوكم وهبلوكم كما قال لكم بالعمري هبلوكم بالون. خلاص هذه بدايه خاوتي. راه يدخل لك هكذا تطمئن القلوب معه. راك شايف ويعترفوا والمغاربه يعترفوا بصح ولكن يعاود يدور على كلامه. اسمع. ديك ضربه الجزاء ديال دياز فيها نقاش فيها هضره فيها تاويلات. الله اعلم شنو وقع. ما غاديش ندخلوا في هذه المتاهه ولكن ما غاديش نغامر الا قلت لنا ما حدث البارح ابعد من الكره. راح يبدا دوكا الجزاء ابعد من الكره. مؤامره عالميه. انا ما كنامن لا بالكولاسه ولا بنظريه المؤامره ولا بالتماسيح والعفاريت ديال الجيران. كنامن
ديال الجيران علينا احنا، بس حتاكم ولا كنتوا تنحوا في السربيطه، فهمني؟ نتوما من قوه حكيمي مولود في الخارج واللاعبين مولودين في الخارج وراهم يلعبوا في المستوى العالي، دخلتوا لهم عقليه السحور وليتوا تربطوا في السرابط. ديتوا السنغال بدات وجدت تطلع كوب وانتوا وجديتوا ديتوا السرابط. اسمع كارثه اقسم بالله. بهادشي، ولكن كاينه مؤشرات انا غنقولها وانتم شوفوا واش كتفقوا معايا ولا لا. هذه المؤشرات راح يبدا يضحكي في الجزائر او يوجه اسهم الاتهام للجزائر. انا في نظري بدات واحد الحرب نفسيه على المغربيه باديه منذ زمان، من قبل ما تبدا كاس افريقيا. على بالنا السكوتش ونشفلها ولا تشفلها ولا ما تشفل، نفكر حرب نفسيه ولا لا السكوتش ديروا في السكوتش، وقال لك باللي الجنرالات تاع الجزائر بعثوا مع المنتخب تاعهم سكوتش تاع النساء. بدارت الحقيقه تخبيتو كي النساء، خبيتو بوم ما بانش كاع خبركم. والكادر غير دخلنا قال لك التمر، بديتوها لنا بالتمر واللبن الحرب النفسيه ولا لا وبعد غطاو الكادر وبعد سرقوا البالونات. يا خبا اسكت زم فمك كيما يقولوا خاوت من الجواجله. ولكن واستعرت نهار هذه طريقه حافظ الدراجي، استعرت واستعارت واسمه فشل ولكن لم يفشل. لا الاقناع والاقتناع دائما متربي عندهم، وليدهم راضع من اللبه تاعهم يا خاوتي اقسم بالله. قاعد البينالتي امام تنزانيا بدات زعما من البينالتي تاع تنزانيا، احنا بدات من زمان. انت كنت تقول من زمان، احنا رانا نجبدوا لك من زمان من النساء والشان والكان واسكت ودي لو كان نجبد لك نعيه. حذرنا من الانخراط في ترديد روايه كيخلصوا عليها الاخرين الفلوس، كيخلصوا عليها الفلوس. حنا خلصنا الفلوس باش ننشروا روايه الجزائر، فاهم؟ باش ندخلوا في الذهنيه ديال المغاربه ديال الافارقه كاملين وديال العالم بان هذا بلد فاسد وكيلجا الى ادوات فاسده باش يربح واحد الكاس. يعني احنا رانا نروجوا باللي البلد هذا فاسد ويلجا الى اشياء الحكام باش الجزائر. العالم جبت لك نيويورك تايمز بهدلتكم. شنايدر في بهدلكم، قال لكم بدوها وكلها تعيوا رواحكم. على راك تحصل بالجزائر؟ ناري الفرحه اللي عند الجزائر اليوم اكثر من ما تكون في السنغال. قلبي يسكت. شوفوا هذا المشهد الرائع، الحمير مزينة بعلم المغرب تدخل الملعب وسط تصفيق الجماهير، أجواء احتفالية مدهشة. 1 2 3 فيفا الجيري، 1 2 3 فيفا الجيري.
فين في بلادنا، ردوا بالكم راه في بلادنا. 1 2 3 فيفا الجيري في بلادنا، في الملعب وما كيهمش. الجزائر ما لهاش دخل. طيب السنغال واحد يقول 1 2 3 فيفا السنغال، شي شعار اخر، ما تكونش بليد، ابتكر شويه، ما تصير شي شعار اخر يخص بلادك مقبوله. لكن ما معنى لما اقول لكم كل شيء من الراس ديال الكبرانات. ساساند نيجيريا ضد الجزائر. وايضا ما بغيتش تفهم، راه خصني يخسروا باش يمشيو بحالهم. راه الا بقاو راه غادي يواجهوا الاسود، راه غادي يواجهوا المنتخب المغربي. وانا اعتقد جازما انهم غيسلخوا الجزائريين. هذا المنتخب المغربي سيفترسون هؤلاء الجزائريين. راه كتعرف المنتخب المغربي ولا كتسمع به؟ اي شد روحكم مليح. امنيتي وشبنيتي رجائي ارجو ان يخرج المنتخب الجزائري في الربع النهائي يمشي بحاله والثمن يمشي بحاله. ساساند نيجيريا ضد الجزائر. وايضا ما بغيتش تفهم، راه خصني يخسروا باش يمشيو بحالهم. اذا هذا اللي سولني واش لما غتفرج مع الجزائر ضد الكونغو واش غنكون مع الكونغو؟ سأساند الكونغو، سأكون مع الكونغو قلبا وقالبا وعاطفة ومشاعر وكل شيء. الكراغل ملأوا الجزائر فرحا ورقصا وموسيقى وأهازيج وصراخا من غباء الكرغولي أنه يفرح لخسارة جيرانه وإخوانه ويفرح لغيره. هذا يعبر عن الحقد، يعبر عن الحقد الكبير. الشعارات اللي كانوا يقولوا الكثير من الناس حنا خوا واخوه واللي وكل ميور غاني وداكشي، ما حنا كنشجعوا الجزائر، كنشجعوها بواحد الهستيريا باش الطير تحيد علينا من هنايا وديك خماتشو ديالها اللي عندها. شفت 120 مليون مصري كتهتف في الشوارع بالفرحه، اما جيراننا اللي حشرنا معاهم الله فهادوك حديث ولا حرج. يا الخونه يا الغداره. والجزائريين كيبكيو، بكا ديالهم تسمع من تطوان اليوم. على دراما وقسما بالرب ديك كوبا تبقى في المغرب. انتوما كراغيله صافي وصلتوا من اللي خصكم. حنا هديناها السنغال، ها هو داركم دياز هداها السنغال، افرحوا دابا. فيفا النيجيري 1 2 3 باي باي الجيري. شوفوا الاخوان الكميه ديال الحقد والحسد والغل تجاهنا حنايا المغاربه. فرحوا الخساره ديالنا. هادو الكراغيله من اللي بدات البطوله القاريه ديال افريقيا. الصديق الجزائري وسير بكي ليه، ما تجيش تبكي علينا هنايا. باي باي. المطر محمد الخامس كيسايم. الناس اللي كيقولوا هادو خوا لا ما كاينش شي حاجه تفرقنا، شكون خرجوا يحتفلوا؟ شوف المسلمين قال لك ما درنا لهم والو، ما اديناهم، ما درنا لهم حتى شي حاجه. باي باي الجيري، باي باي 1 2 3. يا الجزائريين المهابيل، وامتى غديروا عقلكم؟ الناس لعبت ماتش خسرات، تصفقوا على بعضياتهم، وانتوما ما عرفتش هاد الكنس منين هاد الكنس هذا. ثقوا فيا وكونوا على يقين انه اليوم نيجيريا غتضربكم وتصيفطكم في اول طياره ترجعوا بحالاتكم للجزائر. عمري شفت شي محساده بحال الجزائريين، طيخ ليها سلعه تابعه فيهم، الله يستر مع الله يحفظ. احنا ما ديناش الكاس، نبقاو احسن منكم. انا راه نشجع اي فرقه الا نشجع هذوك اخويا. هاد المره غنشجع صراخ الزيت ولا نشجع الجزائر نهائيا باش تعرف. شوف الرايه ديال الكونغو، شوف ديما مغرب وديما كونغو، وان شاء الله نهار الثلاث غادي نكونوا كلنا قلبا وقالبا مغاربه كاملين مع الكونغو. شوف الكونغو فاتحه السفاره ديالها في العيون وفي الداخله من 2020. هذوك هما خوتنا، هذوك هما احبابنا، هذوك هما ديالنا. ديما كونغو، ديما كونغو، ديما لعبوا ضد 100 والو نشجعوا والو. شغل الفيديو خليفه. السلام عليكم. اليوم جينا انا باش انا والاب ديالي، باش نتفرجوا في الماتش نتاع الجزائر وبوركينا فاسو، وان شاء الله نتمنوا الفوز لبوركينا فاسو بنتيجه نتاع 2-1. وفرحان قوي. نشجعوا ان شاء الله بوركينا فاسو تربح ان شاء الله، شي 4-0. يا خرج شنو هذا؟
يجب على الجمهور المغربي بصراحة بأمانة إنه يراجع نفسه. لا يجب على جمهور كرة القدم المغربي إنه يراجع نفسه. ما الذي حدث؟ إيه اللي وصلك إلى أن العالم العربي في غالبيته امبارح بيحتفل بخسارتك؟ ملوش دعوة بالسنغال، هو قصة السنغال دي مش موضوعنا يعني. إنما العالم العربي امبارح بيحتفل بخسارتك. أنا شفت يا جماعة عيني اتمقيت كمية فيديوهات مرعبة في احتفالات في الجزائر وفي مصر وفي تونس وفي ليبيا، بلاش ليبيا، لا في السعودية، بخسارة المنتخب المغربي. فقعدت أسأل نفسي ليه؟ يعني أنا مفترض بقى إنه الإعلام المغربي والجماهير المغربية الشقيقة تسأل نفسها إيه اللي وصل الناس إنها تكرهك للدرجة دي؟ هل أنت عشان أنت في كأس العالم اللي فات وصلت لنصف النهائي فتعاليت على الكرة الإفريقية؟ هل غيرانين منك؟ هل أنت مثلا بتكلم الناس بتعالي مثلا زي المدرب بتاعك والدي الكراكي؟ درواتك كنتي تروح امشي درواتك امشي تروح هيا تروح هري الصبر ما تقدرش نداويك